الإمام الشافعي يرى الحبيب النبي في المنام. اسمع بقى وصلي على سيد الأنام صلى الله عليه وسلم. الإمام الشافعي لما رأى الحبيب النبي في المنام كانت المفاجأة. ومن أراد الاطلاع فارجع إلى كتاب الرسالة. فلما رأى الإمام الشافعي الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم في المنام تعلق به الإمام الشافعي وبكى وقال: يا رسول الله، ادعوا الله أن يخفف عني الحساب. يبقى الإمام الشافعي رجاؤه من الله وأمنياته وأحلامه في الدنيا والآخرة إن ربنا يخفف عنه الحساب. الإمام الشافعي الذي ملأ طباق الأرض علما، وما أدراك ما الشافعي. الشافعي يحتاج إلى حلقات، ولكن الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم رد عليه رد مفاجأة، رد غير متوقع. تصور إن هو شاف سيدنا النبي في المنام وبيقول له: يا رسول الله، يا حبيب الله، ادعي لي دعوة. عايز ايه يا شافعي؟ ادعي لي بس ان ربنا يخفف عني الحساب. عايز ربنا يخفف عن الشافعي، وما أدراك ما الشافعي. فقال له الحبيب، اسمع بقى، قال: يا شافعي، بل دعوت الله ألا تحاسب. الله أكبر. أنا دعيت ربنا أن أنت أصلا ما تتحاسبش. في واحد دلوقتي هيرد في التعليقات، بعض الناس اللي هي داخلة السلة، الناس الفاضية، يقول لك: ايه هو في واحد مش هيتحاسب؟ في 70,000 أخبرنا بهم رسول الله صلى الله عليه وسلم من الأمة إن هم يدخلون الجنة بغير حساب ولا سابقة عذاب. وده يبقى لهم فيديو بالتفصيل. في ناس هتخش الجنة 70,000 من أمة الحبيب بغير حساب ولا سابقة عذاب. تصور انت بقى ان الإمام الشافعي بره 70,000، وانت يلي بتنام عن صلاة الفجر واكل حق اختك في بطنك وطول النهار غيبة ونميمة وطول النهار فاتح المواقع الإباحية، تبقى انت منهم؟ عايز تطلع الإمام الشافعي من 70,000؟ فسيدنا النبي قال له: ايه؟ بل دعوت الله ألا تحاسب. قال: بما يا رسول الله؟ يعني بما أوصلني عند الله بهذه المكانة. يعني انت دعيت لي ليه بهذه الدعوة؟ عملت ايه عشان تدعي لي الدعوة دي؟ هل بعلم الشافعي؟ قال: لا. قال: لأنك صليت علي صلاة ما صلاها علي أحد من أمتي. شوف بقى الإمام الشافعي كان بيصلى على النبي بالطريقة هي وبالصيغة هي، وكان بدندن يقول ايه؟ كان يقول، شوف الإمام الشافعي كان بيقول ايه: اللهم صل على سيدنا محمد كلما ذكرك الذاكرون، وصل على سيدنا محمد كلما غفل عن ذكرك الغافلون. هكذا كان الإمام الشافعي يصلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذه الطريقة. فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم للإمام الشافعي ألا يحاسب.